السلام عليكم. لا فيديو ديال اليوم كاطو ديال الشكلاط بلا خميره وبكميه قليله بزاف ديال الدقيق. فاللي كيميز هاد الكاطو هذا فالرطوبيه ديالو فكيجي رطب بزاف. فما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. فاول حاجه كنديرها فالشكلاط كنديرو هكا في حمام مائي، كنزيد عليه الزبده، غادي نخليهم هكاك شويه يبداو يذوبوا، من بعد غادي نبدا نحرك حتى ينسجموا مزيان مع بعضهم داك الشكلاط والزبده. غنخليهم على جنب باش فاش نحتاجهم فيكونوا دافين ما يكونوش سخانين. فغادي ندير البيض، السكر الفاني، وغادي ندوزهم للروبو باش نطلع داك البيض مع السكر فتقريبا نفس الطريقه اللي كنديروا في لاجينواز. فغنبدا بداك النمره جوج، من بعد ثلاثة، من بعد غادي نجهد في السرعه ديال الروبو حتى نحصل على خليط بحال هكا. فكيف ما قلت لكم نفس الطريقه اللي كنديروا في لاجينواز. من بعد غادي نحطو على جنب في زلافه. غادي ندير داك الشكلاط اللي ذوبت مع الزبده، غنزيد عليه الدقيق. فهنا كميه قليله ديال الدقيق. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ميجاتها 4 تقريبا 4 المعالق كبار. فضفت شويه ديال داك الخليط ديال البيض والسكر. فغنحرك من بعد غادي نولي نضيف. فتقريبا كنزيدوا على داك 3 ديال المرات او 4 ديال المرات. وانا كيف ما كتشوفوا معايا فالمره الاولى ما عليش تحركوه باش تخلطوهم مزيان مع بعضهم. من بعد فحاولوا باش ما تهرسوش داك البيض من هكا، تدوروا بلا سباتيول كيف ما كتشوفوا معايا. فكيف ما قلت لكم فكنضيفوا على 3 ديال المرات او على 4 ديال المرات حتى كنحصل على خليط بحال هكا. فكنفرغ الخليط في المول. فبغيتو الكاطو يجيكم شويه عالي فاستعملوا مول صغر من هذا ديالي انا. فغادي نحاول نخبط داك المول وغندخلو الفران على درجه حراره 170. كنخرجوا من المول، كنزينوا بالسكر ثقيل، وهذا هو الشكل ديالو. فكيف ما قلت لكم اللي كيميزو وهو داك الرطوبيه ديالو. ونكون وصلنا للتالي ديال الفيديو، ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.